ولو ما كانش عندك سيلف ديسيبلين، انضباط ذاتي، وسيلف موتيفيشن يقومك يقعدك على المكتب كل يوم، وبيربس واضح هو انا بعمل ده ليه، عمرك ما هتعرفي تشتغلي من البيت ولا تفتحي البيزنس الخاص بيكي. اخد مني كتير قوي تراي اند ايرور عشان اقدر اوصل للشكل ده، ان يكون عندي سيستم واضح شهريا انا بقدم ايه من جلسات فرديه، من برامج، من ورش، من دوائر دعم، من كل حاجه. من وقت ما بدات وقلت انا هبقى فول تايمر في البيزنس بتاعي من سنه ونص. انا بقالي 3 سنين وشهرين من وقت اول دايره دعم بداتها للحوامل والامهات، قبل ما يبقى في براند اسمه مجتمع مسك اصلا، وبالظبط سنه ونص من ساعه ما سبت الفول تايم جوب في الجامعه الامريكيه وبقيت فول تايم امبلوي في شغلي الخاص. وده تغيير كبير جدا على فكره، شغل واضح، تاسكات واضحه، تارجت واضح، ثابت اخر الشهر ايا كان الشهر بقى من الامبيجوتي، يعني بحر من الانون. يعني لو انت ما قمتيش اشتغلتي الشغل مش هيحصل لوحده، فالتاسكات ذات نفسها انت اللي بتحطيها لنفسك، زائد ان مفيش دخل ثابت كل شهر، الدخل بيكون غير مستقر في البدايه، زائد معضله الوقت، ابدا بايه، منين، فين، ازاي، ارتب اولوياتي بانهي شكل، الشكل اللي يكون متناسب معايا. كل ده ما بيكونش عندك ادنى فكره عنه في البدايه. مش هتكلم عن مزايا انك تكوني working from home mom او عندك البيزنس بتاعك او فريلانسر، لان اي واحده سلكت الطريق ده هي عارفه كويس هي عايزه منه ايه، او على الاقل هي عارفه هي مش عايزه ايه في الشغلانه بتاعت من 9 ل 5. بس انا عايزه اتكلم في ايه اللي ساعدني اوصل للشكل اللي انا وريته لكم اول الفيديو ده. السيستم الواضح في الشغل ده ما جاش من يوم وليله، ده جاي من تجارب كتيره جدا جدا جدا، عشان اقدر اوصل لجدول، لطريقه، لسيستم، لفلو يكون متناسب مع اول حاجه مع اولوياتي اللي فيه جزء كبير اسمه بنتي، متناسب مع طاقتي وجسمي وكل حاجه بيمر بيها جسمي على مدار الشهر، متناسب مع طاقتي المنتلي لان انا بشتغل شغلانه فيها مجهود ذهني كبير جدا، فدي لو فوتت كل حاجه هتبوظ، متناسب مع قيمي اللي فيها جزء كبير اسمه التعلم، فانا بشتغل وبذاكر ففي وقت للمذاكره، وقت للشغل، وقت للمنتورنج، متناسب مع طموحي وانا عايزه اوصل لايه وبعمل ده كله ليه، متناسب مع شكل حياتي دلوقتي كأم مغتربه، ومتناسب مع نوع المساعده المتاحه ليا عشان اقدر اكون بعمل الحاجات اللي انا بحبها. اخد مني وقت كتير قوي، بس هو مش لازم ياخد منك انت كمان نفس الوقت ده، ان ببساطه انا مشيت الطريق ده كله السيلف ديسكفري الخاص بيا. بس لو كان في حد قعد معايا في الاول وقال لي يا روان انت محتاجه تبصي على 1 2 3 4 وتاخدي بالك من 1 2 3 4 وتنظمي شكل حياتك بالشكل الفلاني، كان هيفرق معايا وهيأثر عليا طرق كتير. وده اللي انا قررت اعمله في ورشه يور نيكست موف اللي بتكلم فيها عن فن اداره التغيير، وجزء من التغيير ده